السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا فين وصلوا الملاعب اللي غيحتضنوا كأس العالم للأندية المملكة المغربية. خليكم معنا. البداية غادا تكون من مدينة طنجة، يعني كنعرفوا أن المدينتين اللي غيحتضنوا كأس العالم للأندية 2022 بالمملكة المغربية هي مدينة الرباط ومدينة طنجة. طنجة عروس الشمال كما يلقبها أهل المغرب. هي هذه المدينة الجميلة الرائعة اللي كتجمع بين بحرين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. هذا الملعب هو ملعب بن بطوطة اللي كيتواجد في المدخل مدينة طنجة. مدينة رائعة وملاعبها جد رائعة. هذا الملعب كيتوجد في المدينة الرياضية. كاينه مدينة رياضية ديال بن بطوطة، ماشي غير ملعب بن بطوطة، مدينة رياضية اللي فيها قاعات، مسابح، ملاعب، قاعات رياضية، قاعات للتنس، لجميع الرياضات حتى كرة القدم الصغيرة إلى آخره. هنا هذا هو ملعب كرة القدم، كيحيط به مجموعة من الملاعب للإعدادات وللتمارين الرياضية، كذلك للتسخينات بالنسبة للفرق المشاركة. كاين قاعات رياضية كما كنشوفوا جد رائعة، كاين مسابح، كاين مساحات خضراء، كل شيء متوفر. يعني مدينة رياضية متكاملة في هذه المدينة. أشغال على قدم وساق حتى الآن لتجهيز الملعب ديال كرة القدم، لأنه أصلا كان في إطار الصيانة ديالو باش تكمل ديك الدورة ديال التريبين. الآن راه تقريبا في لافاز الاخرى ديالو باش يكمل. هذا اللي كتشوفوا ملعب ديال التنس. ايوا ندوز دابا لمدينة الرباط. دابا ندوزو العاصمة الإدارية الرباط، رباط الخير. حنا كنتواجدوا دابا قدام ملعب مولاي عبد الله اللي كيبان لينا هنا. حنا باقي ما وصلناش، كاين غير الاشغال، حنا غادي نوصلوا حتى الملعب والمسائل اللي محيطه به. هانتوما كما كتشوفوا العمال، ماشي غادي نجهزوا غير الملعب، خصنا نجهزوا جميع القاعات الرياضيه والمساحات الخضراء والمداخل والمخارج والمستودعات. كل شيء خصو يتجهز باش ننظموا واحد التنظيم يكون رائع، واحد التنظيم يكون مثالي كما شفنا في قطر 2022 والتنظيم اللي بقى كل شيء كيهضر عليه. فاحنا امام واحد التظاهره اللي هي اصغر من كاس العالم، هي كاس العالم ولكن للانديه، يعني اقل شانا من كاس العالم المنتخبات، ولكن كتبقى حتى هي عندها واحد الصيت وعندها واحد المتابعه عالميه بطبيعه الحال. هنا كما كتشوفوا ها الاشغال كتبان لكم. هنا الاشغال راها جاريه، اشغال بشكل مكثف لتجهيز المساحات الخضراء، لتجهيز الملعب وكل شيء يعني محيط بالملعب. هانتوما كما كتشوفوا حاولنا اننا نقربوكم من الاستعدادات ومن الاجواء اللي كتدور فيها. هانتوما الاشغال كما كتشوفوا باش يوجد هذا الملعب في ظرف وجيز، لان هذه الملاعب هي اصلا ملاعب جميله. اختيار هذين الملعبين لم يكن عبثا، وانما اختيار ذكي واختيار جميل، لان المدينتين، مدينة الرباط العاصمة ومدينة طنجة عروس الشمال، تعرفان طفرة في مجال التطور والنمو واليخضور وكل شيء جميل في هاتين المدينتين. فلهذا تم اختيار هذين الملعبين الرائعين. هذا لا ينقص من باقي المدن المغربية الجميلة كمراكش وأكادير وفاس وغيرها، وحيث يتوفرون على ملاعب رائعة، ولكن هذا مفخرة للمملكة المغربية. شكرا على المشاهدة، ونتمنى لكم كأس عالم ممتع إن شاء الله.